مستوى الدوري متتالي هذه المرة 3 نقاط من أصل 9 نقاط في مشوار الاتحاد في الدوري. بدأت تصعب الأمور نايف؟ طبعا هي كذا كذا بصراحه، هي صارت اصعب واصعب. لكن انا بصراحه اقول لك شيء، يعني ايش فرقت بين نادي الاتحاد واي نادي اخر؟ طيب من ناحية؟ لا، من اي ناحيه، من ناحيه التحكيم، من اي ناحيه، معليش. انا عمري ما بتكلم كذا، بس حاتكلم اليوم. يعني منزعل اقسم بالله فيا من 3 مباريات. اوكي نحن ممكن ما ظهرنا مستوى، ونعتذر للجمهور ونعتذر للاداره ونعتذر، معليش هذه امور نقدر نعدلها ان شاء الله مع الوقت. لكن يعني للاسف صراحه. تتكلم عن ايش كابتن؟ عن خسارة نقاط ولا عن شيء؟ لا، اتكلم عن امور التحكيم. يعني انا صراحه انا ما اشوف انه، خلي اشوف، انا بطلع لسه برجع ان شاء الله بشوف لقطات. بشوف اللقطات. لكن معليش يعني استاذ عبد الرحمن، كثره الفاولات اللي قاعد تصير، كل ما لاعب طاح طلع قال فاول. والله قسم بالله ترى اللي قاعد يصير انا يعني متاثر فيه مره. يعني حرام، يعني نحن لعيبه برضه وبنمثل المنتخب، وبعدين هذه امور ممكن تنعكس ضدنا في اي وقت. نايف اخيرا، بس انتم ضاعتوا فرص كثير اليوم الشوط الاول. مشكله هذه اضاعه الفرص، هذه تعتبر هذه يعني قله حظ او عدم توفيق من الله سبحانه وتعالى. ما في مشكله، نحن ان شاء الله نقدر نعوض في المباراه الجايه. لكن مهما كان ارجع واقول معليش، الاتحاد لازم الكل يعرف، شاء من شاء وابى من ابى، الاتحاد هو نادي الشعب. نادي الشعب.